السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. وصفتنا اليوم هي كيكة بالبرتقال وبالسميد والدقيق، خفيفة ولذيذة وفي متناول الجميع. نصنعها بواسطة الخلاط الكهربائي، تحضر في دقائق. هذا هو شكلها، أتمنى أن تعجبكم. تابعوا معي المكونات وطريقة الإعداد. نبدأ بسم الله. المقادير: سأحتاج إلى كأس من الزيت ما يعادل 150 مل، كأس من عصير البرتقال ما يعادل 150 مل، 150 غرام من السكر حبيبات ما يعادل كأس العنبة. سأحتاج إلى كأسين من الدقيق الأبيض، كأس العنبة كأسين ما يعادل 250 غرام، كأس من السميد ما يعادل 125 غرام. سأحتاج إلى 3 بيضات، مبشور برتقالة واحدة. سأحتاج إلى بيكنج باودر أو خميرة الحلويات ما يعادل 16 غرام. سأحتاج إلى خلاط كهربائي أضع فيه البيض 3 بيضات، السكر، ثم أقوم بطحنهم حتى تذوب حبيبة السكر تقريبا دقيقة واحدة. الآن سأضيف السوائل، البرتقال والزيت، وكذلك قشر البرتقالة، ويمكن تعويضه بقشر الليمون الحامض. أطحنه تقريبا دقيقة واحدة أيضا. والآن سأحتاج مكونات الجافة: الدقيق الأبيض 250 غرام، 125 غرام من الدقيق السميد. سأضع البيكنج باودر، غرام من بيكنج باودر، أنخل الكل، أمزج الدقيق مع السميد، ثم أضيف المكونات السائلة من الخلاط. رائحة البرتقال رائعة، أمزجها بسهولة لأني وضعت فيها السميد، لذلك لم نحصل على الحبيبات، تمزج بسهولة أيضا. وفي الأخير سأحتاج إلى مول دائري دهنته بالزبدة وقمت برشه بالدقيق. نوع المول اختياري. سأضع الخليط هكذا، وفي الأخير سأدخلها إلى الفرن درجة حرارة خفيفة تقريبا 170 درجة، مدة طهي ساعة إلى ربع. وهي الكيكة بعدما نضجت. كما لاحظتم سهلة وبسيطة، أنا لم أقم بتزيينها بأي شيء، يمكنكم تزيينها بطبيعة الحال. أتمنى أن تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك والانضمام إلى صفحتنا في الفيسبوك. إلى اللقاء.